نديم صديقي اول مره نتكلم مع بعض او تاني مره عشان احنا اتكلمنا من شويه. ازيك يا مو؟ اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. منورني. حبيبي ربنا يخليك. اخبار بيزنس 14 زي ايه؟ جميل والله ممتع. انت جالك الفكره منين اساسا؟ آه بص الموضوع ده بدأ كهواية بحتة، يعني الموضوع جاي من رغبة شخصية. أنا أصلا بدرس بيزنس للكبار، بدرس في الجامعة وبعمل كده. بعدين أنا بشتغل من بدري، واي بليف إنه أنا لو كان في شوية حاجات اتعلمتها بدري أول ما نزلت اشتغلت كانت ممكن تحميني من شوية شقلبة ومن شوية بينز وكده. وشايف إنه وقتها لما أنا كنت بحب الشغل وبحب البيزنس وبحب السيلز وكده، كان دوايرك القريبه واهلك اوت اوف الخوف عليك وكده بيشوفوا انه ليه يا ابني بتعمل كده؟ انت ليه عايز تعمل كده؟ ليه عايز تشتغل بدري؟ وليه عايز انت تشتغل سيلز وكده؟ فالمايند سيت دي ما كانتش موجوده. مع ان لو فكرت فيها هتلاقي انه طب ما زي ما في ولد موهوب في الرسم وولد موهوب صوته حلو وبيغني، ممكن يكون ولد موهوب في السيلز بيحب البيزنس من هو صغير، ودي ليها حاجات تبان عليه وليها حاجات تنميها. فبدات اعمل ده كهوايه لاولاد صحابي اللي في سن من 10 ل 16 سنه لتعليم اساسيات البيزنس والتعامل مع الفلوس. ان احنا اصلا برضو من تجربه شخصيه يعني جيلنا تعامله مع الفلوس مش احسن حاجه، صح؟ اكيد وانا الجيل الجاي. ودفعنا ثمن ده ودفعنا ثمن ده في اوقات كتير قوي اننا مش فاهمين قوي الفلوس تشتغل ازاي. تخيل لما يبقى احنا مستنيين من ولد صغير عنده 10 12 سنه انه يحس بينا ويحس بقيمه القرش وبتاع. طب ما هو ده مش هيجي لوحده، صح؟ الولد محتاج يفهم هاو ات وركس اصلا، هو الموضوع بيشتغل ازاي، صح؟ وما ينفعش يتقال له القرش الاسود ينفع في اليوم الابيض، يعني هو مش محتاج يسمع دي، صح؟ هو محتاج يسمع الحاجه اللي يفهمها بالظبط كده. فازاي ممكن نبسط المفاهيم دي اللي احنا عرفناها الهارد واي لسن من 10 ل 16 سنه؟ فكان الموضوع بيرسونال موتيف بحت. وبما ان انا راجل بتاع بيزنس، انا عملته مره ومرتين وثلاثه واتبسطت والناس اتبسطت والفيدباك كان لطيف وكده. it turned out to be a business. ايه ده يا جماعه؟ طلع في جاب كبيره. طلع الاهالي عايزين يعلموا اولادهم السكيلز دي. ده طلع الاهالي عايزين يعلموا اولادهم السكيلز دي مش عشان بس يبقى بيزنس مان وانتربرينور والكلام اللذيذ ده، لا خالص. يفهم الفاليو اساسا. بالظبط كده، عشان لو بقى مهندس يبقى مهندس فاهم بيزنس، لو بقى دكتور يفتح عياده وتنجح. ده الكونسبت بمنتهى البساطه. انا دايما بقول ان البيزنس هو تقريبا الكور بتاع كل حاجه. فانت لو فهمت بيزنس هتعرف تدير حياتك، هتعرف تدير شغلانتك، هتعرف تترقى، هتعرف تعمل اي حاجه. الحياه مش تكنيكال سكيلز بس يعني. بس ودي احنا شفناها بقى حوالينا كتير برضو لما كبرنا، لقينا انه ايه ده؟ يعني انا ممكن ابقى دكتور شاطر جدا، تكنيكالي شاطر، بس مش عارف ارن عياده، مش عارف افتح عياده ناجحه. علشان ما يتطلبه انك تكون دكتور شاطر غير خالص ما يتطلبه انك تكون صاحب عياده شاطر. فده الكونسبت اللي بنحاول نوصله للولاد. لقيت اقبال رهيب من المدارس انه المدارس بقى عندها النهارده الوعي بتاع احنا بقينا فاهمين انه محتاجين نعلم اولادنا حاجات غير المواد الاساسيه الدراسيه، محتاجين نديهم التولز اللي تساعدهم على بعد كده. ما ينفعش يبقى اول مره يسمع عن الحاجات دي لما ينزل يشتغل او هو في الجامعه او كده. فده الكونسبت يعني. نورتني يا نديم. حبيبي يا موسى، واهلا بيك في بيزنس بالعربي. زي ما انا بهوستك شكرا انا جدا يعني ثانك يو. شكرا يا ميرسي موسى جدا. حبيبي.